الشتاء دخل علينا وهو ده اللي هيدفينا. يلا بينا نعمل اكبر حلة محشي. الايام دي طبعا اوانه اوانه اوانه. المحشي اليومين دول طالع وجميل وتحفة جدا. هنعمل المحشي بتاعنا بطريقة زمان، الطريقة الاصلية هي اللي بنعملها ايام امهاتنا، ولا نحط اختراعات ولا ايه حوارات. يلا بينا بقى نجيب نص كيلو بصل كده حلو. طبعا المحشي اساسه ايه؟ حبة بصل كده. التتبيلة بتاعته لما تكتر البصل بتاعه بيبقى جميل جدا. انا بحب احط له بصل كتير. هنا انا عندي نص كيلو بصل زي ما انتم شايفين كده، قطعته في الكبه وخرطناه تمام وزي الفل. هنسيبه بقى على النار يستوي ويدبل معانا ويدينا النتيجه الحلوه اللي احنا بنحبها. لو اول مره تشوفيني بقى حطي لي احلى اشتراك من ايدك، وحطي لايك للفيديو، وتابع معايا المحشي الجميل دوت. المحشي بتاعنا النهارده عن طريق ايام زمان. المحشي بتاع زمان هو اللي ما يتعوضش. ايام ما كانت تحطي حله المحشي على النار الجيران كلها تعرف اللي عندك محشي وتخبط وتقول اديني طبق محشي. هو ده اللي هنعمله. يعني مش هنحط اختراعات جديده ولا ايه ولا افتكاسات زي ما بيقولوا. حمرنا البصله بتاعتنا واديتنا اللون الذهبي الجميل بتاعنا كده. هو دوت المطلوب، احنا مش هنحمرها اكتر من كده. انا عايزه توصل للمرحله دي. ننزل بقى بالصلصه بتاعتنا. الصلصه بتاعتنا طبعا انا مسبكاها كويس ومصفياها. اهم حاجه تصفيها من البذر وتصفيها من القشر بتاعها، ومسبكينها وتمام. يعني مش هتاخد معانا 10 دقايق تاني على النار. هنزل بقى ببهاراتنا الجميله ونسيبها على النار بقى. نغسل رزنا ايه وننقي خضرتنا. يكون الصلصه بتاعتنا اتسبكت. مش هتاخد معانا وقت طالما جاهزه. حبه ملح هنا، على حبة كزبرة، حطيت حبة فلفل اسود، بعد كده قلبتهم كده. دول اهم حاجة، حبة كزبرة وحبة فلفل اسود اهو. هنسيبه بقى على النار، مش هياخدوا معانا 5 دقايق 10 دقايق بالكتير. غسلنا الرز بتاعنا هنا. نص كيلو بصل عليه كيلو رز. كزبرة بقدونس شبت غسلناهم وقطعناهم تقطيعة كويسة. التقلية بتاعتنا بقى كانت خلاص تقلت معانا وصفينا كل المية بتاعتها. يعني نسيبيها على النار لغاية ما تتقل وتبقى بالقوام ده. ما ينفعش طبعا نخلي فيها مية عشان ايه السوائل بتاعتنا ما تنزلش وتبهدل الدنيا. لازم تصفي المية بتاعتها على النار تغلي، يعني تستوي كده لغاية ما تتقل. مش تصفي اللي هو تصفي المية، لا تتقل. حبة رز حبة زيت. ليه حبة الزيت للرز؟ لان احنا عندنا هنا لو ما حطيناش حبة الزيت الرز بتاعنا هيعجن من جوه. دي خطوة مهمة يا جماعة. لما تحطي حبة زيت للمحشي من هو لسه في الحلة كده بيخلي الرز مفلفل من جوه. حبة شطة بقى طبعا عشان ايه المحشي اساس الشطة. حبة كزبرة على حبة فلفل اسود على حبة كمون على حبة ملح. بهاراتك اللي عندك بقى ذرة نعناع حطي. انا للاسف ما كانش عندي نعناع. النعناع بيديله نكهة جميلة جدا، بيخلي طعمه جميل جدا. حطيه لو هو اخضر او ناشف. لو اخضر حطيه في الشوربة، لو ناشف اعملي زي التوابل كده، اضربيه بايدك كده وفركيه وحطيه. قلبناهم وطريقنا. تعالى بقى اقولك على طريقه جميله جدا وسريعه. سريعه جدا جدا جدا، احلى من اللف بتاع زمان. زمان كنا بنتعب فيه وبياخد معانا وقت. دلوقتي الطريقه دي سهله جدا وبسيطه. هتعمليها كده وانت مغمضه عينيك. يعني المحشي بتاعك وانت واقفه على الترابيزه هتلاقيه خلص معاكي في منت. يعني مش هياخد معاكي وقت خالص. هنحط كده ونديله لفه. اهم حاجه بس تسوي الرز بتاعه عشان ما تبقاش واحده مليانه او واحده رفيعه. لازم نبقوا مسويين الرز بتاعه كده وبعد كده نقطعه كده. الطريقه دي اسهل من الطريقه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. عايزه تحط تلفيه باللفه بتاعت زمان برضو مفيش مشكله. دي مطلوبه ودي مطلوبه. دي جميله ودي جميله. بس انا الطريقه دي جات لي اسهل واسرع. ما نجزت معايا، ما خدتش معايا وقت. اهم حاجه تسوي الرز كده، تخليه كله نفس الحجم بتاعه يبقى مظبوط ويبقى مليان كده زي ما انت شايفاه كده اهو. وتلفيه 3 4 مرات طبعا عشان الورق المحشي بتاعنا يبقى تقيل. ما ينفعش تتني تانية واحده وتسيبيه، لازم 3 4 ايه لفات وتنزلي بيه كده. تمام كده اهو. خلاص كده. قطعي بقى الحجم اللي انت تحبيه واللي انت عايزاه. طبعا في ناس بتعمله اصغر من كده وفي ناس اكبر من كده، على حسب بقى. خلاص كده احنا هنخلص الكميه كلها وهرجع بقى اوريكم بعد كده. انا هنا خلصت كل الكميه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله رمت معايا كميه حلوه. نيجي بقى بالشوربه الكدابه بتاعتنا. لو عندك شوربه بتاعت لحمه فراخ اي حاجه عندك بط اعمليها. انا هنا ما عنديش شوربه، انا عندي هنا شوربه كدابه. حطيت حبه فلفل اسود على حبه شطه على حبه ملح على حبه كمون على 2 مرقه دجاج. طبعا مرقه الدجاج دي اساسي لان يعتبر احنا دي الشوربه بتاعتنا مرقه الدجاج. هننزل بقى بحاجه جميله جدا هتخلي المحشي بتاعنا لونه احمر وجميل. حبه صلصه، طبعا صلصه اللي هي الصلصه الطماطم بتاعتنا اللي احنا عاملينها في البيت. ما عندكيش صلصه حطي صلصه علب مفيش مشكله. حبه زيت كمان كده اهو. ويا سلام بقى لو عندك بدل حبه الزيت دول حته سمنه بلدي، يا خرابي هتخلي المحشي بتاعك في حته تانية. ولا حته قشطه، يا ناس انسوا.
انسوا الرجيم باظ. بس كده هنوصل لغاية هنا بقى ونبتدي نحركها، وهي لما تتحرك معانا المية كلها هتنزل لتحت. احنا عايزين المحشي بتاعنا يدوبك يتغطى بس كده اهو، مش عايزين يبقى فيه مية من فوق. تمام تمام. المحشي بتاعك عشان ما يعجنش منك، دي المية المظبوطة، يدوبك المية تبقى باينة. ما ينفعش تحطي مية وتغطيها، لان احنا هنا يعتبر الكرنبيط الكرنبة، اللي هو المحشي، ورق المحشي مع الطماطم مع البصل مع الخضرة، كل ده خضار. اول ما يلمس النار كل ده هينزل ميته. يعني هتبص هتلاقي الميه طلعت اعلى من كده. حطي الغطا دوت واكتمي بيها، وبعد كده حطيها وغطيها. لو ما عندكيش مش عايزه تحطي غطا ممكن تحطي كيسه، مفيش مشكله. نزلنا بقى هنا بقى سخنه، كانت سخنه ومولعه طبعا. بصوا الحمار والجمال دوت. تكه الصلصه اللي انا حطيتها، تكه الصلصه هي اللي خلت المحشي بتاعنا اللون الجميل دوت. طبعا احلى واجمل محشي بصراحه يا جماعه. المحشي الايام دي بصراحه بيبقى تحفه وجميل جدا. بنطلع من الشتاء مش اقل من 10 كيلو بسبب المحشي ده. يلا لو عجبك الفيديو بقى حطي لي احلى اشتراك واحلى لايك، وباي باي.